في المستقبل بعد 300 سنة العالم كله بيغرق وبيعيش على سطح المية، والقراصنة بيدوروا على الأرض الجافة اللي لسه ما غرقتش، وبيعرفوا إن في بنت صغيرة موجود على ظهرها الخريطة اللي هتوصلهم للأرض الجافة. وقبل ما نبدأ ما تنساش تنزل تعمل لايك وتدوس سبسكرايب. بيبدأ الفيلم في المستقبل بعد ما داب القطبين الشمالي والجنوبي ومنسوب المية غرق الأرض كلها، وبقى العالم كله عايش على المية ومفيش أرض موجودة على الكوكب. وبنشوف واحد بحار على المركب بتاعته وبيعمل إعادة تدوير للمية وبيحطها في فلتر عشان يطلع مية شرب، وبيكون معاه تربة بيزرع فيها الاكل بتاعه، وبينزل البحر يصطاد شويه خرده عشان يبيعها في الطريق. وبعدها بيقابل واحد قدامه وبيقول له تجار العبيد بيبيعوا منتجات نادره، والبحار بيكون شاكك فيه وبيهدده بالرشاش اللي معاه، وبيعرف ان صاحب القارب اللي معاه مات وهو سرقه منه. والراجل بيعترف وبيقول له ان هو لسه جاي من الجزيره الصناعيه وان هي عليها كل الحاجات اللي هو محتاجها وبيدور عليها. وبعدها بيظهر قراصنه من بعيد والصياد بيبتدي يقلق وبيعرف ان الراجل سرق منه الاكل اللي زرعه لما كان في الميه، ومش بيعرف ياخد الشنطه قبل ما قراصنه يوصلوا. والبحار بيشغل الشراع بتاعه والمركب اللي معاه بتكون متطوره جدا، والقراصنه اول مره يشوفوا مركب بالامكانيات دي. والبحار بيلف بسرعه وبياخد الشنطه من الميه وبيرجع تاني وبيعدي على الراجل اللي سرق منه الاكل وبيدوس المركب بتاعته، والقراصنه بيهجموا على الراجل بتاع المركب وبيخلصوا عليه. وتاني يوم البحار بيوصل الجزيره الصناعيه بس محدش بيبقى عايز يدخله، وبيعرض عليهم تربه للزراعه فبيدخلوه على طول. وبتكون الجزيره عباره عن مدينه عايمه على البحر وفيها اشجار كبيره وشعب عايش وسط الميه. وبيقابل واحد وبيقول له قدامك ساعتين هنا، خلص مصلحتك وامشي. وبيروح لواحد منهم وبيعرض عليه التراب اللي معاه، والراجل بتعجبه نوعيه التربه وبيقول له انت جبتها منين؟ فبيقول له ان هي موجوده على جزيره على بعد 30 ميل. والكل بيكون عنده فضول عن المكان اللي جاب منه التربه، عشان من وقت ما الكوكب غرق سكان الجزيره ما خرجوش منها، ومن ساعتها ما حدش مصدق ان في ارض موجوده وسط البحر. والبحار بيغير كلامه وبيخلع منهم بعد ما خد ثمن التراب. وبعد شويه بيروح يشرب حاجه وبنشوف واحد بيتكلم مع واحد تاني اسمه نورد عن بنت صغيره، وبيقول له ان البنت دي عندها وشم على ظهرها، والوشم ده عباره عن خريطه لارض بعيده فيها تربه خصبه. فنورد بيقول له انت شكلك سكران، وبيقول له ان كل الحاجات اللي سمعها دي كلها خرافات ومفيش اصلا ارض موجوده بعد ما الكوكب كله ملامحه اختفت. بس الراجل بيقول له ان القراصنه بيدوروا على البنت وممكن يهجموا علينا في اي وقت لو عرفوا ان البنت دي موجوده هنا، وبيقترح عليه يدوروا عليها الاول قبل ما حد فيهم يوصل لها. ونورد بيروح يتعرف على البحار وبيحاول يعمل معاه اي مصلحه، والبحار مش مركز معاه وبيبص على البنت اللي على البار وبيلاحظ ان هي جميله جدا وبيكون اسمها هيلين، وبتطلع مخلفه بنت صغيره اسمها اينولا، وبنشوف وشم غريب على ظهرها. والبحار بيشتري حاجات كتير عشان سفره وسط البحر، واهل الجزيره بيفضلوا ماشيين وراه ومش عايزينه يخرج، وبيكون عندهم فضول يعرفوا اللي بيحصل بره. واكتر واحده كانت هيلين اللي فضلت ماشيه وراه من اول ما خرج، وبتساله الدنيا عامله ازاي بره وازاي عايش في البحر لوحده. وبيلاقي ست عجوزه بتعرض عليه يتجوز بنتها ويقعد معاهم، والبحار بيتريق عليهم وبيقول لهم انتوا بتموتوا من الجوع ولسه عايزين تخلفوا. وفي الاخر اهل المدينه بيقلبوا عليه وبيكونوا شاكين ان هو جاسوس للقراصنه عشان رفض الفرصه اللي جات له بالرغم ان هو عاش لوحده لفتره طويله من غير جواز. وفي الاخر بيقبضوا عليه وبيعرفوا ان هو مش بشري بالكامل، وبيلاقوا عنده خياشيم ورا ودنه وبيعرفوا انه انسان متحول. والبحار بيضرب واحد في رجله بالخطاف وبينط في الميه وبيحاول يهرب منهم، وبيرموا عليه شبكه وبيطلعوه تاني عشان يقتلوه. وبيجي الحارس اللي واقف على البوابه وبيمنعهم وبيقول لهم يحبسوه في قفص دلوقتي لحد ما يشوفوا هيعملوا معاه ايه. والبحار بيفضل متعلق في القفص طول اليوم، وبيشوف اهل الجزيره بيخربوا في المركب بتاعته وبيسرقوها. وبعدها بيشوف نورد خارج من البوابه وبيلاقي نورد بيبص عليه وبيعرف ان هو خد البوت بتاعه اللي كانت عينه عليه. واينولا بنت هيلين بتكون قاعده لوحدها وبترسم بالفحم، وبيجي واحد اسمه جريجور بيسال امها عن الرسومات دي وبيكون اول مره يشوفها وبيقول لها هي شافت الحاجات دي فين. وهيلين بتقول له ان هم لازم يلاقوا طريقه يهربوا بيها من هنا. وجريجور بيكون شاكك ان الوشم اللي على ظهر بنتها هو الحل، وبيقول ان البحار ممكن هو اللي يحل لغز الوشم لانه جاي من بره. وبعدها بيروح عنده بعد ما رسم الوشم على ورقه وبيساله اذا كان فاهم اي حاجه من الرسمه دي، والبحار بيقول له مش هقول لك اي حاجه غير لما اخرج من هنا. وتاني يوم الحارس بيجمع الناس كلها عشان ينفذ حكم الاعدام في البحار عن طريق اعاده التدوير، وبينزل القفص بتاعه جوه المواد العضويه والفضلات بتاعت اهل الجزيره. بس في الاخر بيوقفوا تنفيذ الحكم اول ما بيعرفوا ان القراصنه جايين يهجموا عليهم، والمره دي بيكون معاهم القائد ديكون وكل المراكب بتاعته ومعاهم كمان طياره. واهل الجزيره بيكونوا مرعوبين من الجيش اللي داخل عليهم، وهيلين بتكون خايفه على بنتها عشان القراصنه جايين يدوروا عليها. وجريجور بيكون اخترع منطاد ومخبيه في المخزن بتاعه عشان يهرب، بس بيشغل المنطاد بالغلط قبل ما يركبوا وبيجري عليه بسرعه وهو طالع. وهيلين وبنتها جايين يهربوا معاه من المكان وبيجروا وراه بسرعه وبيرمي لهم حبل من فوق، بس في الاخر بيكون خرج من المخزن وهم مش بيلحقوه. وواحد من القراصنه بيكون طاير في الجو وبيهجم على البحار وبيخبط القفص بتاعه وبيقع في بحر الطين. والبحار بياخد السكينه اللي معاه وبيحاول يفتح القفص بس ايده مش عارفه تتحرك وبتتزحلق من الطين وبيغرق. وهيلين بتيجي في اخر لحظه وبتفتح له القفص وبتتفق معاه ان هو ينقذها هي وبنتها من اهل الجزيره. والبحار بينط في البحر عشان يرجع السفينه بتاعته، وهيلين
وإينولا بيروحوا يفتحوا البوابة عشان يخرج بسفينته، بس الرافعة بتكون تقيلة جدا ومش عارفين يحركوها، والبحار بيروح يساعدهم والقراصنة بيهجموا عليه، بس في الآخر بيفلت منهم وبيفتحوا البوابة وبيهربوا بسرعة. وديكون بيقول لرجالته يتحركوا وراهم بسرعة، وبيخلي نورد يضرب نار عليهم، وبنعرف ان نورد خاين وكان خارج بالليل عشان يعرفهم مكان الجزيرة، وهو اللي بلغ ديكون على الوشم اللي موجود على ظهر إينولا. والبحار بيقول لهيلين تسوق المركب بداله، وبيخرج المدفع وبيضرب الخطاف على المركب اللي فيها المدفع الرشاش وبيشبكها فيه، وبتفضل المركب تلف معاه وبتضرب نار على القراصنة نفسهم، وبعدها بتضرب سفينة ديكون، وديكون بينط منها بسرعة قبل ما تنفجر. وديكون بيكون لسه عايش بعد الانفجار بس عينه الشمال اتصابت، وبيعذب اهل المدينة عشان يعترفوا بمكان البنت، وكلهم بيقولوا ان هي هربت مع البحار اللي وصل الجزيرة امبارح. وبعدها البحار وهيلين بيكونوا وصلوا لعرض البحر، وبتسأله اذا كان يعرف مكان الارض الجافة اللي بيدوروا عليها، فبيقول ان هو عارف المكان بس صعب هما الثلاثة يوصلوا هناك عشان المركب باظت من ساعة ما هجموا عليهم في الجزيرة، ولو فضلوا هما الثلاثة عليها ممكن تغرق بيهم. وبيقول لها ان هما معهمش اكل كفاية عشان يفضلوا على المركب مع بعض، وبيقترح عليها يرموا إينولا في المية، وهيلين بتمنعه وبتقول له حتى لو هي مش بنتي مش هخليك تعمل فيها كده، وبتعرفه ان هي مش هتشرب مية لمدة اسبوعين. والبحار بيفضل مصمم على اللي في دماغه، وبيقول لها شكلي هرميكي انت وبنتك في البحر، فبتروح تمسك مسدس وبتهدده بالقتل، وهو بيوقع الشراع على دماغها لحد ما بيغمى عليها. وديكون بيركب عين بدل اللي راحت، وبيجيب كرة معدن وبيلونها، والعين مش بتعجبه فبيرميها وبيغطي عينه وبيخرج تاني، وبيقول لرجالته ينتشروا في البحر عشان يوصلوا للبنت بسرعة. وتاني يوم هيلين وبنتها بيكونوا لسه عايشين، والبحار مش طايقهم وعايز يخلص منهم، وبيتعصب على إينولا عشان بترسم في كل حتة في المركب، وهيلين بتقول له يهدى على البنت شوية ويبطل يتعصب عليها، وان هي لسه بنت صغيرة ومش فاهمة اي حاجة. وإينولا بتبص للبحار بقرف وما بتكونش خايفة منه، وبعدها بتلاقيه قاعد لوحده وبتفضل تسأله أسئلة كتير ورا بعض، وبيتعصب عليها فبيقوم ماسكها ورميها في البحر. وهيلين بتتجنن اول ما بتشوف المنظر ده عشان إينولا مش بتعرف تعوم وممكن تغرق، وبتضرب البحار بالقلم على وشه وبتنزل تنقذها قبل ما تغرق. والبحار ضميره بيوجعه وبيحرك المركب عشان يخرجهم بسرعة، وبعدها بيتصدموا اول ما بيلاقوا طيارة تبع القراصنة جاية ناحيتهم، والطيار بيضرب نار على المركب، والبحار بيخبيهم تحت وبيروح يجيب السلاح بتاعه. وهيلين بتلاقي مدفع موجود فوق المركب، فبتضرب سهم على الطيارة وبيجي في اللي ماسك السلاح وبتموته، والسهم كان فيه حبل مربوط في السفينة، فالطيارة بتفضل تلف بالحبل حوالين السفينة، والبحار بيطلع على الشراع عشان يقطع الحبل من فوق، والطيار بيطلع المسدس وفي الاخر هو اللي بيقطع الحبل. والبحار بيتعصب من اللي عملته هيلين وبيقص لها شعرها، وإينولا بتفضل تشتمه فبيقص لها شعرها هي كمان. والطيار بيرجع لديكون بعد ما زميله اتقتل، وبيقول له ان البحار مع البنت وبيوصف مكانه في البحر على الخريطة، وديكون بيجهز جيش عشان يتحركوا وراهم. والبحار بيفضل ماشي في البحر لحد ما بيلاقي مركب تانية، وبيشوف العلم بتاعها وبيعرف ان هي مركب تجارية، وبيتعرف على صاحبها وبيعرف ان هو تاجر اسمه ريدر. والبحار بيسأله اذا كان معاه اكل وموارد يشتريها منه، وريدر بيكون طمعان في العقد اللي لابساه هيلين، وبتوافق تديله العقد مقابل سنارة صيد، والتاجر بيكون معجب بيها وبيقعد يتكلم مع البحار، وبيطلع ورق نادر من البرطمان بتاعه وبيقول له ان هو مهم جدا، وبيتفق معاه ان هو هيديله الورق مقابل انه يقضي وقت مع هيلين. وهيلين بتكون رافضه وبتقول له ان هي مستحيل تعمل كده، بس البحار بيوافق على الاتفاق وبيسلمه هيلين وبيقول له نص ساعه بس، والتاجر بينزل معاها في المركب تحت، والبحار بيفضل يقلب في الورق يمكن يلاقي حاجه مهمه، وفي الاخر مش بيلاقي حاجه، وبيعرف ان ريدر كان بيكذب عليه، وبينزل بسرعه يلحق هيلين وبيمنع التاجر انه يقرب منها، وبيرغي معاه الاتفاق، بس التاجر بيطلع سكينه عشان يقتله، وهيلين بتطلع فوق تاني عشان تطمن على بنتها، وبيتصدموا اول ما بيشوفوا التاجر خارج وافتكروا انه قتل البحار، بس في الاخر بيموت، وبيعرفوا ان البحار موته، والبحار بيرمي جثته في الميه وبياخد المركب بتاعته، وبيكونوا جعانين ومش لاقيين حاجه تتاكل. والبحار بيتعصب على هيلين وبياخد السناره بتاعتها وبيرميها عشان ملهاش لازمه، وبياخد السلاح والسهم بتوعه عشان ينزل يصطاد بنفسه. وهيلين بتتصدم اول ما بتشوف سمكه عملاقه بتهجم عليه، لكن في الاخر البحار بيخلص عليها وبيشويها اخر اليوم. وإينولا بتقول له ان هي نفسها يبقى عندها رجل زي رجله عشان تعرف تعوم زيه. وبالليل بيكون سهران مع هيلين وبتوريه رسمه من رسومات بنتها، وبتقول له ان اهل الجزيره كانوا دايما بيتريقوا عليها وعلى رسوماتها، ومحدش فيهم كان فاهم هي شافت الحاجات دي فين ورسمتها ازاي. والبحار بيعرف ان هي رسمت صوره ليهم هم الثلاثه. وتاني يوم هيلين بتصحى من النوم ومش بتلاقي إينولا جنبها، وبتشوفها بتلعب مع البحار في الميه وبيعلمها السباحه. وبعدها بيكونوا ماشيين في البحر وبيلاقوا محطه عايمه في الميه، وبيعرف ان دي محطه بتصلح السفن، وبيحاول ينادي عليهم ويديهم اشارات بس مفيش اي رد. ولما بيبص بالبنظار بيلاقي جماعه تبع القراصنه منتشرين هناك، وبيكونوا عاملين كمين ليهم، وفي شويه منهم مستخبين تحت الميه. والبحار بيلف بسرعه عشان يرجع تاني، وديكم بيخليهم يتحركوا وراه بسرعه وبيضربوا عليه من بعيد، وهيلين بتساعده يخرج الشبكه من المركب، وبيفرد الشبكه وراهم وبتوقع الجيت سكي بتاعه القراصنه. والبحار بيشغل شراع اضافي عشان يسرع المركب، وديكم بيتعصب وبيطلع البندقيه بتاعته وبيضرب عليه، والطلقه بتيجي في جنب البحار وبيتصاب. وبعدها بيحاول يعالج الجرح وبيتخانق
مع هيلين وبيسالها عن سبب مطارده القراصنه ليهم، وبيقول لها ان بنتها السبب عشان الخريطه اللي على ظهرها، فبتقول له ان القراصنه كمان عايزين يوصلوا للارض الجافه، فبيقول لها ان كل ده كلام فارغ والارض الجافه مجرد خرافه. وهيلين ما بتكونش مصدقه وبتقول له بس انت قلت انها موجوده وانك تعرف مكانها، امال الحاجات اللي على المركب بتاعتك دي جبتها منين؟ وفي الاخر البحار بيقول لها ان هو يعرف مكان الارض الحقيقيه، وبيكون معاه غواصه صغيره هو اللي مصنعها، وبيدخل هيلين جوه الغواصه وبينزل بيها تحت الميه، وبتعرف ان الارض اللي بيقول عليها واللي هو شافها موجوده تحت الميه، وبينزل اعماق البحر وبيقول لها ان هو ده المكان اللي بيجيب منه التربه. وبعدها بيطلعوا تاني وبيلاقوا القراصنه سيطروا على السفينه، واينولا بتكون مستخبيه في المركب ومحدش فيهم شافها، وديكم بيهددهم هما الاثنين لو ما اعترفوش بمكان اينولا هيقتلهم، وبيضرب طلقتين في الهواء، واينولا بتسمع الطلقتين وبتخاف وبتفتكر ان هما ماتوا فبتخرج من مكانها، والقراصنه بيضحكوا وبيقبضوا عليها، وكلهم بيبصوا على الوشم اللي على ظهرها عشان يشوفوا الخريطه. والبحار بيستغل الفرصه وبيهجم على كام واحد منهم وبيكتفوا، وبينط هو وهيلين في الميه قبل ما يقتلوهم، وهي ما بتكونش قادره تتنفس زيه عشان ما عندهاش خياشيم، فبيديها واحده تنفس صناعي قبل ما تتخنق. وبعد ما بيخرجوا تاني بيلاقوا القراصنه حرقوا السفينه بتاعتهم، وهيلين بتتصدم اول ما بيعرف ان هم خطفوا اينولا، وديكم بيكون مكتف اينولا وبيهددها وبيقول لها لو ما عرفتنيش ازاي اقرا الخريطه هقتلك، فبتقول له ان هي مش خايفه منه وان البحار هيجي يخلص عليه. وهيلين بتفضل تعيط ومش عارفه تعمل ايه، وبعدها بينزل البحار تحت الميه وبيدور على اي حاجه باقيه في السفينه، وبيلاقي الورق اللي كانت بترسمه اينولا، فبيطلع مجله كان شايلها في صندوق، وبيلاقي ان الورقه اللي رسمتها شبه غلاف المجله، وبعدها بيطلع الصندوق بيكون شاكك ان الارض الجافه موجوده فعلا، وفجاه بيسمعوا صوت جاي من فوق، وهيلين بتفرح اول ما بتشوف جريجور رجع تاني بالمنطاد بتاعه، وبيكون عارف مكانهم من الدخان اللي خارج من المركب بعد ما اتحرقت، وبعدها بيروحوا معاه على المكان اللي موجود فيه اللي باقي من اهل الجزيره، واهل المدينه ما كانوش عايزينهم عشان هم السبب في كل اللي حصل لهم. وجريجور بيحاول يترجم الورق اللي مع البحار، وبيعرف ان اللغه اللي مكتوبه في الورق هي نفس اللغه اللي على ظهر البنت، وان هم لو جمعوا الورق ده مع الوشم اللي على ظهرها هيحلوا اللغز، وساعتها هيعرفوا مكان الارض الجافه اللي بيدوروا عليها. والبحار بيقول لهم ان هو لازم ينقذ اينولا الاول، بس محدش فيهم كان عايز يخاطر بحياته عشانها. وفي الاخر البحار بيسيبهم وبيروح لوحده، وبيوصل المقر بتاع القراصنه وبيطلع على الجدار. وتاني يوم ديكون بيخرج بره وبيلاقي الشعب بتاعه عامل احتجاج، وبيسكت شويه منهم وبيرمي لهم شويه اكل، والبحار بيجي وبيهجم على الحراس اللي بره وبياخد لبس واحد منهم وبيدخل بيه، وديكون بيوريهم البنت وبيقول لهم ان هم خلاص هيوصلوا للارض، والكل بيتحمس وبينزلوا يشغلوا السفينه عشان يتحركوا. والبحار بيطلع فوق وبيقول لديكون يسلم البنت، ولو رفض هيرمي الشعله جوه تانك البنزين ويولع في القاعده. وديكون بيقول له انت بتقول اي كلام ومش هتقدر تعمل حاجه. والبحار بيولع الشعله وبيرميها في التانك فعلا، والقاعده بتنفجر والقاعده بتغرق في البحر، والبحار بيقتل كل اللي قدامه عشان يوصل للبنت. وديكون بياخد اينولا وبيطلع على الطياره عشان يهرب، ونورد بيكون لسه عايش وبيضرب نار على البحار، لكنه بيلاقي السلاح عطلان والبحار بيخلص عليه، وبينزل على الحبل وبيضرب عجلات الطياره وبيوقعها على الارض. واينولا بتكون لسه عايشه فبياخدها وبيجري، وبيلاقي جريجور وصل بالمنطاد ومعاه هيلين والحارس، ولما بيطلع على الحبل بيلاقي ديكون لسه عايش وطالع وراه، وهيلين بتضرب ديكون على دماغه، واينولا بتزقه برجلها فبيقع في الميه، وبيطلع بعدها على جيت سكي وبيضرب نار على المنطاد فبيوقع اينولا، وبيحاول يخطفها هو واللي باقي من رجالته، لكن البحار بيربط نفسه في حبل مطاط وبينزل ياخد اينولا من وسطهم فبيخبطوا في بعض وبينفجروا. وجريجور بيقدر يترجم الخريطه اللي على ظهر اينولا، وبيوصلوا لجزيره حقيقيه كلها خضره وعليها شلال ميه عذبه، وبيلاقوا المكان اللي موجود فيه اهل اينولا الحقيقيين بس بيكونوا ماتوا، وبيلاقوا الحاجات اللي كانت اينولا بترسمها موجوده على الجزيره، واينولا بتلاقي صندوق الموسيقى اللي كانت بتنام عليه. وفي الاخر البحار بيودع اينولا وهيلين وبيقرر يرجع البحر تاني. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام. الملخصات